تريزيجيه انا نصحته بالاحتراف، وكان في احتفاليه في مدينه نصر مع بعض، وكانت والدته وكان عمر جابر كان موجود والناس كلها، قلت له انت شكلك الدوري الانجليزي لما يجي لك فرصه احتراف امشي. كان الكابتن محمد حشيش شاهد على هذه الواقعه، وكابتن عادل محمود وكان ناس كتير جدا وعمر جابر موجود واحمد عيد عبد الملك. فقال له فسال الكابتن حشيش وقال له انا ياسر بيقول لي شكلك الدوري الانجليزي امشي، انا جالي عروض. قال له امشي. راح بعديه على طول راح بلجيكا، من بلجيكا راح استون فيلا، رجع تاني تركيا، رجع. فحتى كلمته من حوالي بتاع سنه قلت له اوعى ترجع، يعني انت رحت دوله عربيه، انت كان قدامك تركيا تاني قاسم باشا، وكان قدامك يعني كنت شايف ان هو ما يروحش الخليج، كان المفروض يكمل طبعا في الدوري التركي. طبعا اصل هو وصل لتارجت معين. انا دلوقتي ليه محمد صلاح الناس كلها بتحترم عقليه محمد صلاح، وليه بتقول لمحمد صلاح مثل اعلى قدوه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ فانا اقول مثل اعلى عشان دي اكثر دقه وموضوعيه ما نتحاسبش عليها. فليه بقى الناشئين او الولاد الصغيرين منهم احمد ابني على سبيل المثال يلبس محمد صلاح ويقول لك مش عارف ليفربول عمل تارجت؟ هو حد كان يحلم في يوم من الايام اللي احنا عندنا لعيب اساسي ويكملوا عليه 10 زي محمد صلاح في ليفربول؟ وعلى فكره ده ليفربول من اهم الانديه في العالم، مش في انجلترا بس على فكره. صحيح. يعني عراقه ليفربول وكانت غريبه قوي خسارتهم كاس الرابطه على فكره. كانت غريبه. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه كمان، انا شفت كمان محمد صلاح في يعني انا كنت بشوف مباراه PSG باريس سان جيرمان في العوده في الانفيلد في انجلترا. انا شفت محمد صلاح لعب كويس على فكره، مش زي ما الناس. انا شفت الاعاده لسه امبارح